السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي أبطال تانية إعدادي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض المحافظة رقم 14، محافظة البحيرة، من كتاب الامتحان صفحة 88. بنقول مع بعض أول سؤال: الخريطة للوطن العربي، وبيسألك أول حاجة هنا المحيط، طبعا ده المحيط الهندي. وعشان ما تتلخبطش خليك عارف إن أنت عندك محيطين بس، واحد يمين وواحد شمال، ده الهندي والتاني الأطلنطي. رقم 2 هضبة نجد. رقم 3 في الشمال الغربي جبال أطلس. 4 إقليم مناخي في جنوب موريتانيا المداري. بما تفسر ارتفاع نسبة الإعالة في الوطن العربي. بسبب ارتفاع نسبة، عندنا 4 حاجات: الأطفال صغار السن، من هم في سن التعليم، البطالة بين الشباب، و4 كبار السن. رقم 2 تغطي السلوك بعض قمم الجبال بسبب شدة الارتفاع، حيث أنه كلما ارتفعنا 150 متر فوق مستوى سطح البحر تقل أو تنخفض درجة الحرارة درجة واحدة مئوية. حدد المصطلح الجغرافي الذي تدل عليه كل عبارة. نسبة عدد السكان إلى المساحة التي يقيمون عليها، ده تعريف عندي كثافة سكانية. الأهمية وقت الحروب والأزمات والسلم، دي أهمية استراتيجية. ما النتائج التي ترتبت على قيام الحروب والصراعات في بعض دول الوطن العربي؟ أدى إلى إجبار عدد من السكان على ترك بلادهم، وكمان قتل أعداد كبيرة من السكان. 2 نتائج اهتمام الحكومات العربية بقضايا المرأة. أدى إلى أن أصبحت، نقول بس كده الأول، أدى إلى أن أصبحت المرأة تتمتع بمكانة متميزة. 1 التعليم، زادت نسبة التحاق الإناث بالتعليم الابتدائي إلى 77% بعد أن كانت ضعيفة. 2 من حيث العمل، بدأت نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل تزداد بعد أن كانت ضعيفة، فأصبح منهن المعلمة والطبيبة والقاضية. 3 حدوث الثورانات البركانية، أدى إلى تكوين الجبال والهضاب البركانية مثل هضبة اليمن. اكتب كلمة صواب أو خطأ. تعد مصر من أقدم الدول العربية في عمل التعداد السكاني، طبعا صح. هي ومين؟ هي والأردن، بس ما ننساش إن مصر كل 10 سنين، أما الأردن كل 5 سنين. متوسط الكثافة السكانية في المناطق الرعوية، غلط، لأنها في المناطق الرعوية تنخفض، ده لو طالب عندي تصويب. سهول الخليج العربي من السهول الغنية بالإنتاج الزراعي، غلط. ممكن بقى لو عايزة أصوب أشيل الخليج العربي وأقول سهول البحر المتوسط. طيب لو أنا مش عايزة أغير دي، هشيل كده الإنتاج الزراعي وأحط الثروات المعدنية أو مصادر الطاقة. تفصل بين دول الوطن العربي حدود سياسية مصطنعة، ده بسبب طبعا الاستعمار الأوروبي، صح. يستخرج الصمغ من أشجار الصمت، صح. ثانيا التاريخ، لمن تنسب الأعمال الآتية. أنشأ الدواوين في الدولة الإسلامية، ده الخليفة عمر بن الخطاب. نقل مقر الخلافة الإسلامية من المدينة إلى الكوفة الخليفة علي بن أبي طالب. أشار على الرسول بحفر الخندق سلمان الفارسي. دليل الرسول أثناء الهجرة عبد الله بن أريقط. عهد إليه أبو بكر بمهمة جمع القرآن، ده زيد ابن ثابت. بما تفسر تسمية الخلفاء الراشدين بهذا الاسم. رقم 1 هنقول خلفاء لأنهم جاءوا بعد الرسول وتولوا أمور المسلمين في دينهم ودنياهم. راشدون لأنهم صاروا على نهج الرسول واهتدوا بهديه واستكملوا مسيرته في بناء الدولة الإسلامية. بما تفسر تسمية معركة نهاوند بفتح الفتوح، لأن بهذه المعركة انتهت دولة الفرس. حدد موقف واحد يدل على شجاعة علي بن أبي طالب. هنقول حيث نام في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة لينخدع المشركين. ممكن نكمل هنا ونقول يوم الهجرة. اختر الإجابة الصحيحة. قام عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، طبعا فتح إيه؟ عام 31. طبعا عندي النوبة، ولو مش النوبة بس هيبقى طبعا مغير التاريخ،
هتبقى إفريقية. أما لو قالك المعركة اللي انتصر فيها يبقى ذات الصواري. قامت في شمال شبه الجزيرة العربية. أنا عندي مملكتين، يا الحيرة يا الغساسنة. طبعا مش موجودة الحيرة، هختار الغساسنة. دبر زعماء قريش مؤامرة ضد الرسول، ده كان في دار الندوة. أما دار الأرقم ده أول مدرسة في الإسلام، جبل الصفا اللي أعلن الرسول عليه الدعوة، وسقيفة بني سعدة اللي اجتمع فيها الأنصار والمهاجرين عشان يختاروا أبو بكر خليفة. أي من الغزوات لم يحضرها عثمان؟ طبعا أول غزوة اللي هي بدر. يشير إليه كل عبارة. فئة من جيش علي ابن أبي طالب خرجوا عليه ورفضوا التحكيم وقتلوه الخوارج. ديانة سيدنا إبراهيم تدعو إلى عبادة الله الواحد الأحد الحنيفية. من النتائج التي ترتبت على شدة إيذاء قريش للرسول وأصحابه أدى إلى أن أمر الرسول أصحابه بالهجرة للحبشة. لو كتبنا دي كده بناخد نص درجة يا شباب. نكمل. طيب لما هاجروا بقى للحبشة الصحابة، الرسول هيبتدي يدور بقى على ناس تانية يدعوهم عشان يقفوا جنبه. يبقى هنقول البحث عن مكان آخر للدعوة والقيام برحلة الطائف. 3 بقى بعد كده هجرة الرسول والمسلمين إلى يثرب. آخر سؤال معانا، مخالفة الرماة لأوامر الرسول. يا ريت ما تقوليش تحول النصر إلى هزيمة، قلنا بندور على الدرجة الكاملة. هنقول أدى إلى أن استغل خالد بن الوليد الفرصة والتف من حول الجبل وانقض بجيشه على المسلمين فتحول النصر إلى هزيمة. كده نبقى خلصنا حل الامتحان بتاعنا. لو ليك أي سؤال، ليك أي محافظة تانية مستعجل عليها أو فيها أي سؤال واقف معاك، اكتب لي في الكومنتات وأنا هرد عليك، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. يشير إليه كل عبارة. فئة من جيش علي ابن أبي طالب خرجوا عليه ورفضوا التحكيم وقتلوه الخوارج. ديانة سيدنا إبراهيم تدعو إلى عبادة الله الواحد الأحد الحنيفية. من النتائج التي ترتبت على شدة إيذاء قريش للرسول وأصحابه أدى إلى أن أمر الرسول أصحابه بالهجرة للحبشة. لو كتبنا دي كده بناخد نص درجة يا شباب. نكمل. طيب لما هاجروا بقى للحبشة الصحابة، الرسول هيبتدي يدور بقى على ناس تانية يدعوهم عشان يقفوا جنبه. يبقى هنقول البحث عن مكان آخر للدعوة والقيام برحلة الطائف. 3 بقى بعد كده هجرة الرسول والمسلمين إلى يثرب. آخر سؤال معانا، مخالفة الرماة لأوامر الرسول. يا ريت ما تقوليش تحول النصر إلى هزيمة، قلنا بندور على الدرجة الكاملة. هنقول أدى إلى أن استغل خالد بن الوليد الفرصة والتف من حول الجبل وانقض بجيشه على المسلمين فتحول النصر إلى هزيمة. كده نبقى خلصنا حل الامتحان بتاعنا. لو ليك أي سؤال، ليك أي محافظة تانية مستعجل عليها أو فيها أي سؤال واقف معاك، اكتب لي في الكومنتات وأنا هرد عليك، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد.